الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر أبو بكر الصديق والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بردين، فصعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث مشاهدي الأكارم امتدادا لما كنا قد بدأناه في الحديث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وقصة غزوة حنين، وما حصل من تقسيم الغنائم، وما حصل في نفوسهم، وما أخذهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبة تجاههم ومدحهم، وقال: لا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكوا حتى اخضبت لحاهم. امتدادا لحب النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، أيضا نذكر هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أبا بكر الصديق والعباس مروا على مجلس من مجالس الأنصار فوجدوهم يبكون، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: نبكي على فقدان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجالسهم ويخصهم بالمجالس نظرا لمكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان له مكان مخصص في ذلك كما يبدو في الحديث الشريف. ومن هنا حينما جاءوا في ذلك المجلس وفقدوه عليه الصلاة والسلام بسبب المرض بكوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تأملوا مشاهدي الأكارم إلى هذه المشاعر العظيمة الجياشة من الصحابة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاطفتهم عالية جدا، وبكاؤهم وخشوعهم، وكذلك حزنهم وتأسفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. وهم الذين استقبلوه، هم الذين حاربوا من أجله ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به ونصروه وعزروه. وها هم اليوم في حين يقرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تجدهم يحزنون. فذهب أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في فراشه وهو فراش الموت وأخبره بما قال، فقام عليه الصلاة والسلام يعني يتحامل على نفسه مع شدة المرض وشدة الحرارة التي كان يعاني منها. كان درجته حرارة الدرجة كانت مرتفعة جدا، يسمونها حمى. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يصب على نفسه بالقرب من الماء حتى يبرد جسده. فيه مثل هذه الحالة من المرض خرج عليه الصلاة والسلام وعصب على رأسه بحاشية برد. عصب يعني ربط. وسبحان الله، هذا نوع علاج من
أنواع العلاجات النبوية التي كان يستخدمها عليه الصلاة والسلام في ارتفاع صداع الرأس، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعصب رأسه، يعني يربط على رأسه فيخف عليه الألم. وأتوقع أن بعض الأطباء يعني بحثوا هذا الموضوع بحثا طبيا ووجدوا له فوائد. حقيقة حاليا لا يحضرني التقرير الطبي، ولكن هناك تقارير طبية حول هذا، بأن الضغط على الأعصاب التي تنقل الألم إلى المخ تخف بعد ربطها، مثل التي يعني يصب عليها الماء البارد، فإنها أيضا يعني الماء البارد يسكن الألم كما أنه يطفئ النار ويطفئ حرارة النار، كذلك يسكن الألم. ومن جرب بغسل وجهه من آلام الصداع ومن آلام الضرس يدرك ذلك تماما. المهم، خرج عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة وهو رابط على رأسه حاشية برد، يعني نوع من أنواع الأقمشة، ثم صعد المنبر. وكان هذا الصعود آخر صعود يصعده عليه الصلاة والسلام قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ومما قال وكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هم السبب في صعوده عليه الصلاة والسلام بهذا المنبر ومقابلته للناس والسلام عليهم، والناس أيضا رأوه واستبشروا به خيرا صلى الله عليه وآله وسلم. ففقدان القائد صعب جدا، فقدان الإمام صعب جدا. نسأل الله تعالى أن يحفظ أئمتنا ومشايخنا ويحفظ قادتنا ويحفظ العادلين الشجعان من رؤساء المسلمين. نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يطيل في أعمارهم وأن يبارك فيهم، آمين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة؟ قال أوصيكم بالأنصار. هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار الذين نصروه وأيدوه. ثم برر فقال فإنهم كرشي وعيبتي، فإنهم كرشي وعيبتي. والمقصود بهذا الكلام أي أنهم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. نعم، وخاصتي وموضع سري وأمانتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد قضوا الذي عليهم. وكان الذي عليهم هو أن استقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وجهادهم معه ونصرهم إياه بالمال والنفس بالغالي والنفيس، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وبقي الذي لهم هو حبهم واحترامهم وتقديرهم والدفاع عنهم. وأيضا سيأتي في آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن تقبل الأمة من محسنهم وأن تتجاوز عن مسيئهم. وهذه وصية واضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، فيجب على الأمة رؤسائها وعلمائها أن يجتهدوا في بذل وأن يقوموا بالعناية والرعاية والاهتمام بالأنصار، وأن يعطوهم ميزة عن غيرهم لما أعطاهم الله عز وجل ولما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال وصاياه عليه الصلاة والسلام. فالأنصاري ليس كأي شخص، فإن أجداده هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبطبيعة الحال مشاهدي الأكارم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام لمن قدم له أي خدمة من الخدمات الإيمانية أو أي يعني منفعة من المنافع سواء كانت دنيوية أو أخروية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساها أبدا. وأنتم رأيتم موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن عدي
المطعم بن عدي الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام، أجار النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبناؤه حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، أجاره المطعم بن عدي وخرج هو وأبناؤه بسيفه. فلما كانت وقعة بدر وحصل ما حصل من الأسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لوهبتهم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من حسن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي أخلاق النبوة. يعني هذا الرجل مع كونه مشركا ولم يسلم، لو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعفو لعفاه لهم. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان عنده حسنة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه استقبله في رجوعه في مكة كما ذكرنا سابقا. إذن كذلك عليه الصلاة والسلام تلك المرأة المشركة التي توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادها، فكان الصحابة إذا أغاروا على تلك المنطقة أو تلك الحي يتركون الحي الذي فيه المرأة لما قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء توضأ منه وشرب، وتوضأ الصحابة أيضا وشربوا. فهذا كله وفاء لهذه المرأة حتى أدى ذلك إلى إسلامها رضي الله عنها وأرضاها هي وقومها. انظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وفي، من أخلاقه الوفاء صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن حسن الإيمان إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. فالواجب أيضا على المسلمين أن يقتفوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم النبيل. وكذلك لعل قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الأتراك حينما قال في الحديث في سنن ابن ماجه رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. الحديث إسناده حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لأن الأتراك سيكون لهم شأن في الدفاع عن هذه الأمة والجهاد في سبيل الله وتحكيم هذا الدين ونشر الإسلام حول ربوع الأمة. فقد كانت الدولة العثمانية حاكمة للعالم كله قرابة من 6 إلى 7 قرون، فرحم الله تلك العظام التي جاهدت في سبيل الله ونشرت هذا الدين، وكانوا حقيقة أقوياء عظماء، وكان هذا في علم الغيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واتركوا الترك ما تركوكم، لعل لهذه الأخبار العظيمة ولهذا الجهد الكبير ولنشر هذا الإسلام حول ربوع أوروبا وباتجاه يعني أيضا روسيا، كل هذا قامت به الدولة العثمانية وانتشر ملكها ملكا عظيما. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ودعوا الحبشة ما ودعوكم، أي لا تغزوا الحبشة ولا تحاربوهم، اتركوهم ما تركوكم. وذلك أيضا للحسنة التي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استقبلوا أصحابه مرتين فأكرموهم وعدلوا فيهم أو أقاموا العدل فيهم وآمنوهم وعاشوا معهم لسنوات طويلة آمنين مستقرين في بلاد الحبشة. لذلك وفاء قال عليه الصلاة والسلام: ودعوا الحبشة ما ودعوكم. هذه أخلاق النبوة وهذه أخلاق الرسالة مشاهدي الأكارم. لذلك كان يجب على الإنسان أيضا أن يكون وفيا مع أهله، وفيا مع أبنائه، وفيا مع جيرانه، وفيا حتى مع موظفيه والعاملين لديه في المنشأة التي هو يعمل بها، أو وفيا مع
الموظفين الذين تحته إذا كان صاحب عمل وصاحب وظيفة مرموقة. وهكذا أيضا هذا توجيه أيضا للرؤساء والحكام الذين يعني ابتلاهم الله عز وجل بهذه الرعية، يجب عليهم أن يعملوا بهذه السنة النبوية المباركة العظيمة في الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذا خلق عظيم. إذن هو يوصي بالأنصار فيقول وإن الناس يكثرون وتقل الأنصار. وسبحان الله، نعم، يعني الأنصار من حيث نسبهم يبدأون حقيقة يعني يدخلون في الناس فيقلون شيئا فشيئا، ولربما المقصود من هذا أن نسبهم يقل ويقل عددهم، والأمة يكثر عددها، وبالمقارنة فتقل أعدادهم ويصبحون كما قال عليه الصلاة والسلام كالملح في الطعام من حيث القلة، فشبههم صلى الله عليه وسلم بالملح. ثم وصى وقال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وتحدثنا عن هذا، يعني ينبغي للأنصار أن يكون لهم ميزة عن غيرهم، فيقدمون في كل شيء، يقدمون في الوظائف، ويقدمون في العطايا والمنح، ويقدمون في الكلام، ويعني ويقدمون أيضا في التعليم والتوجيه، ولا أدري، الله المستعان. على كل حال ينبغي للحكام وللمسلمين أن يرعوا هذا، فإن الأنصاري له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى به عليه الصلاة والسلام. وهكذا مشاهدي الأكارم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار كثيرا، وكان حقيقة في الجملة يحب الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كانوا أنصارا أو مهاجرين، لكن للأنصار كانت لهم ميزة ولذلك ذكرناها. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا محب للمهاجرين، ومحب صلى الله عليه وسلم لكل الصحابة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان محبا عليه الصلاة والسلام للتابعين الذين كانوا في عهده ولم يتمتعوا بمشاهدة وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، كأصحم النجاشي، وكذلك العبد الصالح أويس القرني، وغيرهم ممن لم يتشرفوا باللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني أمر محزن أن تكون في عهده عليه الصلاة والسلام ولا تتشرف بالسلام عليه، ولا تتشرف بالجلوس معه ولو لمدة 5 دقائق، فإنها والله خسارة كبيرة، خسارة كبيرة لا ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعموما النبي عليه الصلاة والسلام محب لأمته، أمة الإجابة التي أجابت دعوته صلى الله عليه وسلم، فإنه محب لها عليه الصلاة والسلام. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم لأمته التي آمنت به في حياته والتي آمنت به بعد وفاته إلى قيام الساعة، وهو الذي كان يدعو صلى الله عليه وسلم لأمته فيقول اللهم اغفر لأمتي ما قدموا وما أخروا وما أصروا وما أعلنوا وما أنت أعلم به منهم. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام دائما للأمة الإسلامية، فصلى الله عليه وسلامه عليه وبركاته وتبريكاته الأبدية إلى قيام الساعة. مشاهدي الأكارم، ما زال الحديث حول ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرنا أنه كان يحب
أبناءه وزوجاته، ومحب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، ومحب للعشر المبشرين من الجنة، ومحب عليه الصلاة والسلام للأنصار والمهاجرين وللأمة الإسلامية. الآن سنذكر ما كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من بعض من لديهم بعض الصفات. نعم، كان مما يحبه عليه الصلاة والسلام المساكين، كان محبا لهم ويسأل عنهم صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: أحسبه في المنام، فقال: يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات. قال: في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث العظيم يعتبر من الأحاديث المعجزة، رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني، وفيه كلام كثير من العلماء حول قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والشاهد من هذا الحديث الدعاء الأخير الذي علم الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم لشرح هذا الحديث العظيم، وخصوصا فيما يتعلق بحب المساكين وما أدراك ما المساكين. الله المستعان. اليوم المساكين يعانون معاناة شديدة لا بواكي لهم. فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم جزاكم الله خيرا. كان الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الرب جل وعلا: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فعل الخيرات معروف ولفظ جامع لكل أعمال الخير، ترك المنكرات أيضا لفظ جامع لترك جميع المعاصي. وحديثنا الشاهد هو وحب المساكين. سبحان الله، محبة المساكين فيها فوائد كثيرة، منها التواضع، ومنها مراعاة يعني ضعاف المسلمين، ومنها أيضا يعني أنك تتعرض لنفحات الله عز وجل من كونك تقف مع العبد الضعيف فيقف الله سبحانه وتعالى معك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمساكين هم الذين ابتلاهم الله عز وجل بالفقر، وهناك طبعا لفظ مسكين ولفظ فقير. فالفقير هو الذي لا يجد قوت يومه بالكلية، والفقير هو الذي يجد القوت ولكن لا يكفيه يومه كاملا. بالتالي إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيقدم الفقير على المسكين. وبلا شك أن الفقير هنا أيضا داخل بالدرجة الأولى،
فإذا كان العطف متوجها إلى المسكين الذي يجد بعد قوت يومه، فكيف بمن لا يجد قوت يومه أساسا؟ واليوم الأمة الإسلامية سبحان الله تعيش تناقضات عجيبة. هناك مال كثير وثراء عظيم في أيدي المسلمين، يعني لا تكاد حقيقة تصدق أن هذه الثروات كلها بيد المسلمين. وفي المقابل هناك فقراء أيضا بأعداد هائلة ومهولة جدا من أبناء المسلمين يموتون بسبب الفقر والجوع والعوز، وقليل حقيقة من يسعى في شؤونهم، قليل من يبكي من أجلهم. هذا حقيقة أمر مناقض جدا، ولذلك كانت الأمة ضعيفة. ولو كان الأمة الإسلامية مع ما أتاها الله عز وجل من هذا الخير تقوم بواجبها تجاه المسلمين الضعاف، لما كان هذا وضعها أيضا تجاه الكفرة والمجرمين المتسلطين عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فأين ضعفاؤنا؟ انظروا إلى الوضع الحاصل يعني في كل بلد، تجد أن الضعيف يعني لا بواكي له، تجد أن المسكين لا أحد ينفق عليه إلا القليل. ولو أنت ناقشتني وجادلتني في وجود المؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية وغيرها، يعني أقول لك مع ما تجده من محاربة من أعداء الله عز وجل وما تجده من مراقبة وإلى آخره، فإن كم نسبة هذه المؤسسات تجاه هذا الكم الهائل من ملايين إذا لم أقول بلايين البشر الضعاف في أفريقيا وآسيا، بل حتى وفي أوروبا. هناك حقيقة عوز وفقر شديد جدا، ولكن هناك أيضا يعني الخدمات التي تقدم لهؤلاء المساكين هي تعتبر فتات. مشاهدي الأكارم، إن الإسلام جاء بالاقتصاد الإسلامي العظيم الذي يكفل للمسلم الحياة الكريمة، الذي يكفل للمسلم الحياة الكريمة. بلا شك الأرزاق تختلف من شخص لآخر، فهناك من وسع الله عليهم رزقهم، وهناك من قدرت عليهم أرزاقهم. ولكن نظام الإسلام لو طبق لما وجد في هذه الحياة رجل فقير أو رجل مسكين أو عائلة مسكينة. لم يكن حقيقة ليوجد هذا أبدا في كل الميادين. ولم نكن لنجد أيضا يتيما مسكينا ضعيفا ليس له أب يحميه أبدا. بل لو طبقنا ما وجهنا به الإسلام لكان حقيقة الأمر يختلف تماما. لا تقولون لي أنت تعيش أحلام، لا، هذا الأمر طبق في عهد الخليفة الراشد أو الخليفة الخامس إن صح التعبير، عمر بن عبد العزيز. ألم يكن المسلمون يأخذون الزكاة في عربات ويبحثون عن المساكين ولا يجدون؟ الأموال يعني تحمل على العربات ثم ينادى: يا أهل الإسلام، أفيكم فقير؟ أفيكم مسكين؟ هل يوجد هناك زكاة توزع من بيت المال؟ هكذا كانوا ينادون، ولا أحد يأتي يأخذ. والله شيء عجيب. يعني لا تتعجبون من هذا؟ لا نتعجب. إذا ملئت القلوب بالإيمان فإن الله عز وجل يملأ الأيدي بالأموال، هذا متابع لهذا. وإذا خوت القلوب من الإيمان فإن الأيادي تكون فارغة أيضا من الأموال، أو يجعلها الله عز وجل في فئة دون فئة. فإذا الذي يملك مليارات، يعني أحد المحسنين زكاة ماله تصل إلى 800 مليون، يعني حوالي 800 مليون ريال. يعني أنت تتكلم عن قرابة $2,000,000 زكاة فقط. هذه زكاة. وغيرهم يصل إلى أكثر من هذا، يعني 2.5%. هذه لو وزعت على الفقراء والمساكين وقام كل ثري بدوره
بإعطاء الزكاة، وكذلك الزكاة بأنواعها سواء كانت النقدين أو الحبوب والثمار وغيرها، لو وزعت كما أمر الله عز وجل والله أنا أجزم لكم مشاهدي الأكارم ما بقي فقير أبدا أبدا. كذلك أيضا لو عملت هذه بالأنظمة التي تحميها وتوصل فعلا هذه الأموال لأصحابها وللمستحقين، ما كان بقي أحد فقير أبدا. حتى مع وجود الكوارث والحروب كان ينبغي للأمة الإسلامية أن تقف وقفة رجل، فأي أسرة يحصل لها مثلا فقدان لولي أمرها، المفترض الأمة تتسارع في ستر هذه الأسرة بتزويج المرأة وكفالة الأيتام. وكفالة الأيتام مشاهدي الأكارم لا تعني أننا نعطيهم الفتات من الأموال، هذه ليست بكفالة، هذه كفالة جزئية. يعني أنت حينما تعطي للمؤسسات الخيرية جزءا من مالك تجعله لكفالة يتيم حتى ترعاه هذه المؤسسة، هذه كفالة جزئية وليست كفالة كاملة. الكفالة الكاملة التي يتوجب عليها أو التي يعني يتنزل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هو ذلك الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع ابن الغامدية. ابن الغامدية لما اعترفت بالزنا وأتت بابنها وهو يأكل طعاما، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه للأنصار من أجل أن يعيش في بيته وتحت كنفه ويعيش بين أبنائه ويرضع من زوجته، فيعيش جو أسري كامل، لا يعيش كأنه يتيم، يعيش في مراكز الأيتام أنه يتيم، ويعيش بحالة نفسية وأن أمه أرملة وربما أمه تزوجت وتركته في مراكز الأيتام، فهكذا يعيش منكسر النفس. لا، هذه ليست كفالة كاملة مشاهدي الأكارم. وأرجو رؤساء المؤسسات أن يعوا هذا تماما، يعني كونهم يأخذون اليتيم ويجعلونه في أسرة من الأسر المسلمة ويعطونه المال. بالمناسبة هذه الطريقة تفعلها بعض الدول الكافرة، تصدقون؟ يعني يأخذون الآن حينما يكون رب الأسرة لا يحسن التربية في نظر الأوروبيين طبعا، فإذا يعني صرخ في وجهه أو ضربه من أجل تأديبه وتكتشف الشرطة فإنهم يأتون فورا وينزعون هذا الطفل ويأخذونه ويربونه. طيب كيف يربونه؟ يربونه يسلمونه للأسر النصرانية التي ليس لها أولاد، يعني عاقمين لا ينجبون، فيقولون خذوا هذا الطفل واجعلوه عندكم ونصروه حتى والعياذ بالله يعيش وعلى دين غير دين الإسلام. وهذه من أسباب يعني تحريم السفر إلى بلاد الكفار. إذا كان بمجرد شكوى أو اتصال ينزعون منك ابنك، يكفي حرمة في الذهاب إلى بلاد الكفار، هذا السبب فقط، نزع الابن وتربيته في أوساط الأسر النصرانية. كانوا يفعلون هذا، لماذا؟ لأن الطفل إذا تربى في وسط أسرة يأخذ من طبائعهم فيهودانه أو يمجسانه. وهذا كان حقيقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أن أي طفل أو أي أرملة يعني لا تكاد تجد في زمن الصحابة، كما سمعنا من مشايخنا وأساتذتنا أبو إسحاق الحويني وغيره من المشايخ الفضلاء أطال الله في عمرهم ونفعنا الله بعلمهم، يذكرون ما من صحابي إلا وقد تزوج أرملة فسترها وضم عيالها إليه، ما من صحابي إلا وعدد، ولا يعددون في الأبكار فقط بل يعددون في الأرامل. كان هذا حقيقة أحد أسباب رعاية المساكين. كيف نرعى مرأة يعني تطلق أو يحصل لها
أن الآن مع الحروب في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين يحصل كثير من الشهداء يذهبون ويموتون بسبب هذه الحروب. طيب يتركون خلفهم زوجات بأطفال تحزن على أوضاعهم. ماذا سيكون مصير هؤلاء الأرامل وهؤلاء الأيتام؟ أين الأمة الإسلامية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ والله الذي يؤمن بهذا الحديث كان ينبغي عليه أن يتسارع في ستر أرملة لديها أيتام قصر، يعني لينال شرف مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. والله لكنك تتعجب أن الرجل يأتي ويقول: أريد المرأة فقط، ولا يرغب في الأبناء، ويقول لها: تصرفي فيهم، خذيهم إلى أبويك، خذيهم إلى يعني ذويهم وأهلهم من جهة الأب، المهم تصرفي. فالمرأة مسكينة بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى ستر، وهؤلاء أبناء أيتام، ماذا تفعل؟ تقع في حرج كبير. يعني أين والله الحرص الشديد؟ ولو علموا هؤلاء أن كفالتهم لهؤلاء الأيتام، كفالتهم لهؤلاء الأيتام ما فيه من البركة والخير والراحة النفسية والاطمئنان في الدنيا قبل الآخرة، أقسم بالله لتسابقوا إليه، والله لتسابقوا إلى هذا الفعل العظيم مشاهدي الأكارم. ولكن الناس والعياذ بالله هم من هنا تعرف أن هذه الميزة ميزة عظيمة لا ينالها أي أحد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. حب المساكين لا ينالها أي أحد، هذه وصية رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين، وكان يأكل معهم في طبق واحد ويعزمهم ويدعوهم في بيته صلى الله عليه وسلم. كان من أعمال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يجمع، يعني مائدته مفتوحة، يعني مائدة الشيخ بن باز الناس تعرف من زاره في بيته مائدة مفتوحة، يأتي أي شخص وقت الغداء يتغدى في مجلس ابن باز رحمه الله رحمة. ويا سلام يا سلام، هكذا وليكن العلماء. يعني هنا فعلا أنت تشعر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورث ابن باز هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه في بيته، ألا رحمة الله على الشيخ بن باز وغيره من العلماء الذين يقتفون أثره. هنا نتبين: يا معشر المسلمين، يا أيها الأثرياء، ألا فاتقوا الله في أموالكم وسوف يسألكم الله عز وجل عنها، ألا فأنفقوها في سبيل الله. المفروض مشاهدي الأكارم كل مسلم يكون مؤسسة خيرية، كل مسلم يجب أن يكون مؤسسة خيرية، يعني يكون عنده جانب من زكاته ينفقها في أقاربه إن كانوا الأقارب فقراء، يجب أن يكون عنده جانب من ماله صدقة يعطيها، يجب أن يكون أيضا بيته فيه يتيم، فيه يتيم يحسن إليه. المفترض أن نجتهد ونجاهد أنفسنا حتى يكون عندنا هذا. إذا ما تستطيع أن يكون عندك يتيم فافتح بيتا يتيما آخر مع أمه، أن تقوم بكفالة كاملة، لا تعطي هذا المال للمؤسسات. أنعم وأكرم بالمؤسسات الخيرية، والله لا أطعن فيهم، أنعم وأكرم بهم، لكن أنت كن المؤسسة الخيرية. أنت بنفسك يا أخي اذهب إلى هؤلاء الأسر وأجر لهم بيت، أعطيهم مصروف، ارعاهم وتابعهم، فإن في ذلك خير كبير. قال صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. والمساكين لا يقتصرون فقط على الأيتام والأرامل، هناك كثير من الرجال من يعني أرهقتهم الديون، ومن لم يتيسر لهم الوظائف بسبب أو بآخر، وخصوصا الهجرة والعياذ بالله، ترك بيتك ومالك إلى منطقة أخرى تجعلك فقيرا، تعرضك للفقر.
فلذلك يا إخواني ولنكن مثل الأنصار نستقبل إخواننا ونغنيهم. وقد كان للشعب التركي في استقبال السوريين أروع الأمثلة جزاهم الله خير، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. والله هذا الكلام لا ينتهي إخواني في الله. ما يتعلق بالمساكين وأمورهم لا تستطيع عليه لا يستطيع عليه أولا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الحكومات الإسلامية ممكن أن تقنن هذا فتضع المال في موضعه وتغني الفقير. لأن كما قلت لكم في بداية حديثي الذي يقصده الإسلام أن يعطى الفقير حتى يغتني، أن يعطى الفقير. أما أنك تعطيه فتات من الأموال، كان أحد المحسنين عنده زكاة ماله فيجمع الزكاة 1,000,000 ويفرقها على المساكين أمام بيته على 200 فقط. ماذا تغني هذه 200؟ المسكين سيذهب ويتعشى بها وتنتهي. لا يقصد الإسلام هذا يا جماعة. خذ أنت من هؤلاء المئات، خذ 10 أغنيهم، سدد لهم أجارات بيوتهم، أعطيهم أموال من أجل أن يستثمروا، حاول توجد لهم أعمال، أغنيهم. لو أنت أغنيت هؤلاء 10 وأصبحوا أغنياء وهم بدورهم أصبحوا يرفعون زكاتهم للفقراء، يكون هذا فعلا حققت الهدف الاقتصادي الإسلامي. أما أن يبقى المسكين مسكين كما هو، تمر عليه السنة والسنتين والثلاثة نفس الشيء لا يتغير. ولذلك مخيمات المهاجرين في السودان وفي اليمن في أثيوبيا وفي سوريا وفي لبنان تمر عليهم عشرات السنوات كما هم، ما تغيروا. يا جماعة يا جماعة، يا صناع القرار، يا رؤساء الحكام، يا إخواني، يا أثرياء، أليس فينا رجل رشيد؟ متى سنحاول أننا نعيد النظر في هذه الأمور ونصلح قدر المستطاع؟ أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذا لا يعني أن المؤسسات الخيرية تعمل، بلا تعمل، ولذلك تحاربها الدول الكافرة، تحارب المؤسسات الخيرية لما وجدت من أثارها. من الذي أسلم على يديه 9 ملايين؟ أليس عبد الرحمن السميط رحمه الله؟ ومن الذي بنى أكثر من 3000 مسجد؟ الشيخ عبد الله المرزوقي، وأسلم على يديه أكثر من 3000 أيضا، جزاه الله خيرا. شيخنا الشيخ عبد الله المرزوقي، أحييك من هذه القناة، أسأل الله تعالى أن يحفظك أينما كنت، وأن يرفع قدرك ويجزيك خيرا، ويجزي كل العاملين في المجال الخيري الذين قدموا لهذه الأمة، فإن الله عز وجل لا ينساهم أبدا. تحية عطرة لكل المؤسسات الخيرية، ولكن لا يزال في العمل بقية، ولا يزال في العمل حقيقة أفكار كبيرة ينبغي أننا نسعى حتى نغني كل فقير، نسعى حتى نغني كل فقير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.